امن الامارات خط احمر، بس ابو الليل قال امن الامارات خطين حمر. لما في ناس كثير طبعا عم تسالني وبتقول لي انه ابو الليل انت شو صفتك انك انت عم بتدافع عن الامارات، اوكي؟ او مين اعطاك تكليف، او مين بصفتك ايش؟ اوكي طيب ما في مشكله، انا راح اشرح اليوم للناس ليش انا عم دافع عن الامارات او شو السبب. طبعا اول شغله يا سيدي الفاضل، الواجب الانساني اوكي بيحتم عليك انك تدافع عن دوله قدمت كثير لناس فرص، اوكي؟ النقطة الثانية رح اعرض لك على الشاشة هلا صورة الهوية تبعت بنت امارات، اوكي؟ ايوه شفتها هذه هي. هاي انا سميت بنتي امارات في لذة كبدي. فانا لما بسمي بنتي امارات اوكي لاني انا مآمن انه هي الدولة دولة قانون ودولة عز، وكل مين اجى واكل منا وشرب منا، فهمت علي كيف؟ وما ما يعني وطلع يحكي عليها فهو ناكر للجميل، فهمت علي كيف؟ فانا من واجبي الصغير اضعف الايمان بفيديو او بلايك او بتعليق، اطلع ووقفوا عند حده، فهمت علي كيف؟ انا هذا اللي فيني اعمله. انا هون ما في شيء اسمه انه حدا يعطيني تفويض او تكليف او الى اخره، فهمت علي كيف؟ لا، انت واجبك الانساني بيحتم عليك. انا عشت بهالدوله 15 سنه اوكي، وبناتي لهلا عم يدرسوا فيها اوكي. انا لما عشت بهالدوله 15 سنه عشت بفرح وبحزن وبجميع مراحل الحياه. اشتريت سياره وبعت سياره، حزنت وفرحت وبكيت بكل المراحل، بمراحل الرفاهيه، بمراحل الفقر، بمراحل انه ما معي فلوس، وبمراحل انه كان معي فلوس. بكل المراحل اللي عشت فيها نص عمري. انت مستهون بنص عمري. فلما بيجي بيطلع واحد ترهات من الناس على الاونلاين وبصير يحكوا عليها، من واجبنا الانساني بغض النظر انا سوري، ايوه انا سوري وبدافع عن الامارات، من واجب بغض النظر اني انا سوري ولا مين ما كنت تكون، لازم دافع عنها. لما تطلع هيك ناس بتحكي وبتقول وبتشيل وبتحط، تعال هون، نحن جنود سوريين بالامارات وبرا الامارات. نحن ما لنا علاقه بقضيه انك انت تكون جنسيتك سوري وشو لك علاقه بالامارات، لا، هذا واجب انساني. هي الدوله قدمت لك فرص، مو لمجرد انك انت انمسكت ولا لقطت بشبهه معينه ولا شيء وقالوا لك مع السلامه فمعناتها هي الدوله كذا. مو لي مشكله انك انت ما لقيت شغل بالامارات فبتطلع برا الدوله بتصير تحكي عليها، لا، انت فاشل. الفاشل بالامارات فاشل بكل دول العالم، لانه هي الدوله تحتضن كل الجنسيات وتحتضن كل شيء في اونلاين في الدنيا، فالفاشل فيها فاشل بكل شيء. نعم. فما تجي تقول لي انت شو صفتك، فهمت علي كيف؟ اكيد انا ما راح اخذ كتاب تكليف لحتى دافع عن شيء انا بحس فيه. طبعا هذا الشيء بحس فيه انا. تخيل عند دولة قدمت لي انا من 15 سنة فرص عمل ودنيا ودين وروحة وجي وعملت وكذا، اما انا اذا فشلت فيها وطلعت وصرت احكي وصرت اعمل وصرت كذا، انا فاشل. فاللي بيحكي بهالطريقة هي وبيقول انه بيطلع لبرا وبصير نحن بدنا نوقفه عند حده، هذا واجبنا. مو بس السوري، كل الجنسيات اللي عاشت بهالبلد وتزوجت واكلت من خيرها وشربت من ميتها لازم تكون هيك عندها ضمير. اما الضمير اذا ما لقح عليك انت فهي مشكله. اما الناس اللي اجت على الامارات ضبط لها 3 4 5 سنين، عمل مشروع، عمل بزنس على الاونلاين وطلع، ولما شاف في ناس كذا قال لك انا مالي علاقه، لا، انت لازم توقف بالكلمه، لازم توقف بالحرف، بالتعليق. ايوه هي الناس بجوز يعني الناس بجوز هي نحن ما بتعبر عن اساس الدوله، لا، بس نحن موجودين هون لحتى نوقفن عند حدهم ونقلل ولا هي الامارات ولا. اسمع اذا ما في حدا يوقفك عند حده، ابو الليل هون موجود يوقفك عند حدك ولاك. والشخص اللي عم يحكي اللي هو عدي شفيق هذا اوكي، هذا شخص كل ما طلع فيديو بده يطلع لك انه هو عم بيكذب ويدلس على الناس طبعا، ويعمل بروباغندا ويعمل شو اعلامي. فاشل. كل واحد فشل بالامارات هو فاشل. اوعى تفكر حالك اذا صار معك شيء معين وتطلع تحكي وتعمل كذا لانك انت والله انا صار معي، لا. وامبارح طلع بس مباشر مع واحد مصري او بعرف واحد يعني من هاي يعني. طبعا كل الجنسيات، انتبه، كل الجنسيات على عيني وراسي، نحن ما بنحكي بجنسيات اوكي. ودير بالك في كثير ناس من اهلنا من العراق اوكي حكوني بانه ليش هيك وليش كذا، لا 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 لا. هي يعني عدي شفيق بريء من العراق اشرف من هيك. الناس الشرفاء اللي بالعراق اللي هن عم يشتغلوا بزنس بالامارات شرفاء. ليش؟ لانه هن عم ياكلوا من خير هالبلد وما بينكروا خير هالبلد. اما واحد مثل هذا صار معه مشكله اوكي وطلع لبرا صار يحكي عليها، هذا ناكر للجميل، ناكر للجميل. دير بالك. انا اسمي ابو الليل، ما بده مين يعطيني تفويض خطي لاحكي ضميري، لاحكي ضميري. هذا انا اسم بنتي امارات.
فانا بدافع عن الامارات لان امارات عشت فيها ولانه انا اسم بنتي امارات. فالبوند العريض ما حدا نهائيا ما بده يحكي يصطفل، بس انا اسمي ابو الليل ما فيني اشوف حرف او واحد جاي بيعمل لا لا. وسأل عني انا ما انا لا طمعت. انا طول عمري على فكره انا قبل هاي الفيديوهات في كثير فيديوهات مطلعه عن الامارات، وقلب قناتي اليوتيوب روح اطلع على قانون وزاره العمل اللي انا عم بحكي فيه وعن الجوازات وعن الكذا. انا شخص اوريدي بطلع على السوشيال ميديا حبيبي، مش ناقصني سوشيال ميديا. اوكي. فوجب التنويه للاشخاص الناس اللي عم تسال انه ليش عم بتدافع، هذا هو سبب دفاعي. لانه الضمير والواجب والاخلاق بحتمك انك تدافع عن دولة قدمت كتير فرص لناس. ما بدي احكي بالفرص، الفرص كتير بدها فيديوهات كتير. بس السلام عليكم.